انت شخص جامد جدا، بس عمرك ما هتوصل غير لما تظبط الحتة دي. لو عايز تعرف اكتر كمل الحلقة للآخر. يا صباح الفل، حلقة جديدة من وانت نازل الصبح. كلنا نفسنا في الأحسن، وظيفيا بقى، اجتماعيا، ايا كان، لكن طريقة التفكير نفسها تخيلوا هي اللي ممكن تبقى سبب في العطلة وعدم الوصول. يعني ايه؟ تلاقي مثلا، هدي مثال، واحد صحي الصبح كتب صباح الخير يا جماعة، ايه هي مجالات العمل اللي ممكن اقبض منها $1؟ فهتلاقي واحد دخل رد عليه متطوعا يقول له والله اشتغل في البرمجة، اشتغل في الديزاين، اشتغل في اي حاجة. فهو السؤال هنا، هو انا فعلا محتاج اروح اشتغل؟ او يعني صيغة السؤال بالطريقة دي هل هي توصل لحاجة؟ او لو الشخص ده بيحط الهدف بتاعه بالطريقة دي هيوصل لحاجة؟ لا خالص، عادي. انا ممكن ابقى شغال في النجارة، يا عم انا راجل نجار وعملت كرسي وعجب واحد في امريكا، هقول له والله الكرسي ده $100 مثلا يعني، وهبيعه له خلاص، واديني هو يا عم دخلت دخل بالدولار. مش محتاج اشتغل، مش محتاج اروح اشتغل في الديزاين، مش محتاج اشتغل في البرمجة، عادي. فكل الناس تقدر، بس السؤال المفروض يبقى ايه؟ والله انا بشتغل في مجال كذا وعايز اقبض $1، فبالتالي نقدر بقى نحدد، نقول والله انت الشغلانه دي ممكن تعملها ريموتلي، لا الشغلانه دي محتاجه انك تروح تسافر بره، مش هينفع تعملها ريموتلي، الى اخره. محتاجين نحدد، نقسم النقط، محتاجين نبقى مركزين. كلنا على فكره محتاجين ده. يعني هقول لكم على حاجه، الموضوع شبه شويه الجمل البحثيه. عارف لما تيجي تعمل بحث فيقول لك والله قول لي البحث بتاعك عن ايه؟ ما ينفعش اقول له البحث بتاعي عن السوشيال ميديا او عن مواقع التواصل الاجتماعي او شبكات التواصل الاجتماعي واسكت. ما هو مالها يعني. فتلاقي الباحث او لو في حد يعني معاك بيقول لك ايوه مالها بقى. فلما تقول له استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وانعكاسها على تشكيل قيم الشباب الجامعي، يقول لك والله ده اكسبتد، انا موافق على اللي انت قلته ده، يلا بينا نشتغل على البحث ده. ليه بقى محدد؟ عارفين الارتكلز بتاعت اللي هو هاو تو سيت يور جولز، وازاي تحدد مش عارف اهدافك، وازاي تحط خطه لنفسك وبتاع الكلام ده كله؟ في ارتكلز منها احنا بنفوتها وهي والله قيمه جدا. احنا بنبقى فاكرين، او معظمنا بيبقى فاكر ان هو عارف، بس احنا في الحقيقه مش عارفين. بنفكر يعني بنبقى جامدين وعندك الحاجه اللي تقدر فعلا تعملها وتتالق، ولكن طريقه التفكير نفسها هي اللي غلط، هي اللي فيها مشكله. بدليل لما بتيجي تعمل نتوركينج وتتعرف على ناس وتقابل ناس وتشوف ناس جديده، بتقعد تقول لنفسك الله، طب ما الناس دي زيي عادي. او لو لقيت حد مثلا معروف، او يعني معروف في الحته بتاعته او في الفيلد بتاعه، انت بتقعد تقول الله ما هو عادي يعني، هو بيعمل ايه زياده؟ لا هو ما بيعملش حاجه زياده، هو طريقه تفكيره هي اللي مختلفه. هو بيفكر بالشكل المنطقي اكتر، او بيفكر بالشكل المنضبط او الاكثر نظاما يعني. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الحلقه، بس كنت حابب ان انا افتح النقطه دي واناقشها معاكم واقولها لنفسي الاول واقولها لكم كمان. دي كانت حلقه النهارده من وانت نازل الصبح، حلقه جديده ان شاء الله يوم الخميس. كان معاكم محمد ابراهيم، السلام عليكم، يومكم جميل.